اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده جايه لكم فيديو جديد وهو منيو اكلات الاسبوع. طلبتوا مني ان اعمل لكم اكلات اقتصاديه واكلات بالفراخ فقط، مش عايزين لحوم. فعملت لكم الفيديو ده ويا رب يعجبكم. عامله لكم فيه اكلات اقتصاديه حلوه جدا، مش مكلفه حاجه خالص، وعامله لكم اكلات بالفراخ برضو، اكلات برضو مش مكلفه قوي، يعني فيها فراخ ولكن هي مش مكلفه. تمام. فيلا لو اول مره بتشوفيني اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديده، وحطي لايك للفيديو لو عجبك. وبشكر كل الناس الموجودين معايا في القناه، شكرا لكم جدا جدا على كلامكم الجميل. يلا نبدا الفيديو بتاعنا. نبدا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حبيت ابتدي لكم الاكله بالفراخ، وبعد كده هتشوفوا معايا اكلات اقتصاديه وهخليها لكم يوم كده ويومين كده برضو زي ما طلبتوا مني. وطبعا لكم حريه الاختيار انكم تنوعوا في الفيديوهات زي ما انتوا عايزين. تمام. اول حاجه هنعمل بانيه. البانيه طبعا بالكميه اللي انتوا عايزينها. اخترت يكون اول اكله هي البانيه لان البانيه كلنا بنحبه، كبار وصغيرين واطفال ورضع، وكله كله كله بيحب البانيه، يعني كلنا متفقين عليه. بتهيألي ما فيش بيت ما فيهوش حد ما بيحبش البانيه. فعشان كده جبت لكم البانيه. وطبعا لما بتكون اكله الاسره كلها بتحبها بتكون حلوه وبنعملها على طول لان ما حدش بيعترض عليها. فطبعا هنجيبي اي كميه بانيه تحبيها على حسب عدد افراد اسرتك، ربع بقى، كيلو، نص كيلو، كيلو، 2 كيلو، على حسب اسرتك وعلى حسب ما بتعملي وعلى قد ما بتاكلوا هتجيبي. تمام. انا هنا عندي ده نص كيلو من البانيه، او يعني ممكن نص وزياده او كده يعني. ليه؟ البانيه ده انا كنت خاليه من الفراخ اللي انا بجيبها، يعني مش شارياه. زي ما انتم عارفين انا بجيب الفراخ وبقسمها بتقسيمتي الخاصه كده، وعملت معاكم كذا فيديو قبل كده. البانيه بقى تبلته زي ما انتم شايفين، بتتبليه وتسيبيه في التلاجة نص ساعه، ساعه، ساعتين، هيكون حلو قوي. لو انت مستعجله ليه عليها تسيبيه بتاع ربع ساعه كده في التتبيله. تمام. حضرت بقى دقيق، وحضرت فيجيتار، وحضرت بيضه، حطيت عليها رشه فلفل اسمر وشويه لبن. والبانيه تتبيلته كانت توم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر، ملح، كاري، بابريكا، بس كده، ومعلقه لبن ونص عصره ليمونه. وقلبت الكلام ده كله مع بعضه. مفيش لبن حطي معلقه زبادي. اللبن والليمون عندنا هنا بديل الزبادي. تمام. قلبته بقى كله كويس كده مع بعضه وسبته حوالي ساعتين كده. وبعد كده ابتديت ان انا احطه في الكفر بتاعه كده زي ما انتم شايفين، عشان الكفر يتماسك عليه وما يفصلش من البانيه. هتحطيه في الدقيق وبعد كده البيض وبعد كده البقسماط، وتضغطي عليه كويس جدا وتقلبيه يمين وشمال وتضغطيه جامد قوي. تمام. انا رحت فين؟ كنت بجيب طبق عشان احط فيه البانيه. هضغط عليه كده كويس قوي قوي، وبعد كده اشيله انفضه كده كويس زي ما انتم شايفين، وبعد كده احطه في الطبق. لازم تنفضيه عشان ينزل اي فيجيتار عليه زياده، عشان ما ينزلش في الطاسه ويحرق الزيت معاكي بسرعه. تمام. هعمل بقى الكميه كلها. واهم حاجه في الفيجيتار تضغطيه ضغطه كويسه جدا، تضغطي عليه قوي قوي. الضغطه دي هي اللي ما بتخليش الفيجيتار يفصل معاكي ابدا، او ما تخليش الخلطه تفصل، ما تخليش الخلطه تسيب قطعه الفراخ كده وتنفصل عنها. تمام. جهزته بقى زي ما انتم شايفين. هروح على طول على البوتاجاز، معايا طاسه كده فيها شويه زيت، وهبدا ان انا اقلي البانيه بتاعي. تمام كده. هقليه اول حاجه على نار عاليه، وبعد كده بتخلي النار وسط، وتبداي بقى ان انت تخليه يتقلي كده. هو مش بياخد وقت معانا. تمام. بقلبه بقى على الجهه التانية عشان ياخد لون برده من الجهه التانية. بخليه ياخد لون ذهبي كده زي ما انتم شايفين، ما يتحرقش معاكي عشان ما يمررش وما ياخدش لون غامق. هنا كنت عملت معاه شويه رز بشعريه، ودي كانت تاني طاسه احطها، كانت تاني طاسه. تمام. عبال ما الطاستين كده خرجوا كنت حمرت شويه رز بشعريه. انا اخترت ان انا اعمل معاه رز بشعريه لاني عملته كذا مره معاكم بالمكرونه، فقلت انوع واخليها رز بشعريه. تمام. عشان حبايبنا برضو اللي قالوا لي مش بيحبوا المكرونه، فيا اما تعمليه بعيش يا اما رز بشعريه كده زي ما انتم شايفين. وعملت جنبه شويه سلطه خضراء، وحطيت برضو شويه جرجير كده. ودي كانت اكله حلوه جدا، مش مكلفه قوي، وفي نفس الوقت حلوه وكله متفق عليها. كلنا النهارده بقى فراخ، تاني يوم نعمل اكله اقتصاديه. تمام. عملت معاكم شطيطه
وبطاطس مهروسه بالبيض. ما حبيتش اعملها مقليه برضو علشان نوفر في الزيت شويه، وكمان احنا لسه واكلين مقلي قبلها بيوم اللي هو البانيه، وممكن كمان ناس هتحمر عن جنبه شويه بطاطس. فتاني يوم بلاش نبقى ناكل حاجه بزيت، يعني اليوم اللي ناكل فيه مقلي بلاش تاني يوم برضو يبقى مقلي. تمام، عشان الكوليسترول نخف الزيوت شويه. عملت بقى بطاطس مهروسه بالبيض. عملت طبق بابا غنوج حلو كده، ومزوده فيه الطحينه شويه لان الطحينه غنيه جدا بالكالسيوم. عملت كمان طبق بتنجان كده مقلي، وقوطه مخلله، وقرنين فلفل كده قليتهم. طبق حلو جدا جدا، وعايزه اقول لكم ده احلى طبق في الاكله كلها. عملت كمان طبق شطيطه اللي هي صلصه بالبصل كده والثوم والفلفل، وهرست الشطه وبتبقى حاميه جدا وبتبقى حلوه. قطعت كمان خيار طرنشات كده جنب الاكله، وهتحطي بقى العيش البلدي الجميل بتاعنا، وكده تبقى في منتهى الجمال. تالت يوم عملت معاكم الكشري الاسكندراني او الكشري الاصفر مع البيض المدحرج كده، بيبقى حلو جدا. وعملت شويه بطاطس محمره وشويه سلطه خضراء. اكله برضو حلوه جدا وغنيه ولذيذه، وزي ما قلت لكم تقدروا ان انتوا تنوعوا في ايام الاكل زي ما انتوا عايزين. انا بديكم اقتراحات زي ما طلبتوا، وعليكم بقى انتوا تنوعوا زي ما انتوا عايزين. عايزه اقول لكم الاكله دي حلوه جدا في الشتاء ومشبعه جدا، لان العدس الاصفر بروتين والبيض كمان بروتين، فحلو جدا. ومعانا البطاطس نشويات، ومعانا الخضار اللي هو السلطه. فهي اكله حلوه جدا جدا ومغذيه وفيها كل الفوائد. عندنا بعد كده رابع يوم عملنا الكبده الاسكندراني. عملتها قبل كده معاكم كذا مره، فما حبيتش اجيب لكم الطريقه. لو اول مره بتشوفيني وعايزه تشوفي الطريقه، ارجعي للفيديوهات اللي على القناه هتلاقيها. وعملت معاه شويه بطاطس محمره وشويه سلطه خضراء وشويه مخلل، وحطيت برضو العيش البلدي بتاعنا الجميل. ممكن تحطي فينو، يعني زي ما يعجبك. ممكن تعملي جنبها شويه مكرونه بالصلصه، فحاجه في منتهى الجمال. تعالوا بقى اقول لكم برضو نعمل الفراخ الكنتاكي. برضو انت ممكن تعمليها بدبابيس، بس ممكن تعمليها بفرخة كاملة متقطعة، ممكن تعمليها بأوراق، زي ما تحبي. طبعا انا عندي فرخة كاملة وقطعتها زي ما انتم شايفين تقريبا كانت 12 قطعة، مش عارفة 8 او 12. تمام، وتبلتها كده بقى كويس جدا. الفيديو ده هسيبه لكم في نهاية الشاشة، والفيديو برضو بتاع يعني الاكلات كلها اللي انا عاملاها معاكم دي هسيبها لكم في نهايه الشاشه وفي صندوق الوصف. اي فيديو تحبي تشوفيه بالتفصيل ارجعي له على طول وشوفيه. الفرخه دي انا نقعتها الاول في محلول نقع حلو كده لمده ساعتين، وبعد كده شلتها شطفتها حطيتها في المصفى اتصفت، وبعد كده حطيت لها التتبيله زي ما شفتوا زي تتبيله البانيه بالظبط، لكن بضيف عليها نص كوبايه من اللبن، او ما عندكيش لبن هيبقى كوبايه من الزبادي. تمام، وتبلتها كويس قوي كده. الفرخه بتاعتي تكون 900 جرام او 100 جرام، ولو مثلا الفرخه كيلو ونص تقطعيها بقى لقطع صغيره شويه وتشققيها كده بالسكينه عشان تستوي كويس من جوه، لانها هتبقى كبيره. يفضل ان احنا نحطها في الخلطه دي من قبلها بيوم، بتكون حلوه جدا وبتستوي حلوه قوي. وكمان الخلطه بتاعتها بحط فيها سكر وملح وخل اللي هي بتاعت النقع، عشان ما يبقاش فيها اي دم من جوه. وبعد كده تبلتها زي ما شفتوا كده وقليتها وطلعت في منتهى الجمال. عملت معاها بقى رز بسمتي بالخلطه بالزبيب، وعملت معاها سلطه كول سلو اللي هي بس ما فيهاش كابوتشا، كانت حلوه جدا. ودي كانت الاكله بتاعتنا، اكله حلوه ولذيذه وجميله ومشبعه، وكمان يعني اكله بقى دلع شويه اللي هو بقى اكل مطاعم. تمام، بعد الاكله دي نخش على اكله اقتصاديه بقى، ايه نعوض الميزانيه بتاعت اليوم ده. عملت بقى ايه؟ عملت بصاره ربع كيلو فول مدشوش ب10 جنيه بالخضره بتاعته، يعني ربع فول مدشوش ب8 وب2 جنيه خضره، او ب3 جنيه خضره عشان الحزمه بجنيه. تمام، عملت بقى الطبق البصاره الجميل الحلو بتاعنا ده، وكان عندي بتنجانتين كده قليتهم مع شويه بصل كده، وطبق سلطه وطبق مخلل والعيش البلدي بتاعنا الجميل. وكانت اكله حلوه جدا. بصوا اكله ضرب نار والله، احلى من الكنتاكي اللي لسه عاملينه. زي ما انتم شايفين يعني نمشيها ايه يوم كده ويوم كده. واكل ربنا والله كله حلو والحمد لله على كل حال يعني. تمام، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. اليوم اللي بعده عملنا فيه اكله خفيفه كده زي ما انتم شايفين، والاكله دي تنفع فطار وتنفع غدا. عملت بيض اومليت كده، وعملت بطاطس محمره وطبق جبنه قديمه كده بزيت الزيتون. على فكره زيت الزيتون حلو جدا ومغذي جدا، يعني مفيد حلو قوي.
تحطيه بقى على الفول، على حته جبنه قديمه كده زي ما انتم شايفين. وعملت كمان بتنجان مقلي وتبلته كده بهرسه الشطه، وطبق خيار كده مع فلفل رومي او ممكن جرجير. اهم حاجه يبقى الاكله دي جنبها حاجه خضره كده بتبقى حلوه قوي. كده جبت لكم ال7 اكلات بتوع الاسبوع عشان ولا تفكري ولا تحتاري، وجبناهم برضو ايام كده دلع وايام اكلات اقتصاديه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله على خير. اسيبكم في رعايه الله وحفظه. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.